السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم جميعا. حياكم الله على قناتكم قناة كوتشون الرياضية في برنامج تعليق رياضي مع أبو معاذ. طبعا نحييكم للمليون مرة، بس نقول لكم لا تنسون من دعمنا بالضغط باللايك، أيضا نشر القناة، وعندكم كذلك اللي هو سناب تقدر تنشره. وإذا عندك أي حاجة إحنا مستعدين طبعا إن آه، نجاوبك على أي سؤال تسأله. اليوم راح بس سريع كذا راح أتكلم لكم اليوم فقط عن مباراة الديربي. يعذروني جميع الأهلاوية، جميع الاتحادية، جميع الفرق الأخرى عن المباريات الأخرى، فراح أذكر بس فقط نتائجها والمباريات القادمة، ثم أدخل على الديربي لأن فيها تفاصيل كثيرة راح أتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله. تابعوني. رحت بغيت أضغط على نفس الشاشة مرة ثانية. طبعا النتائج المباريات في الجولة الخامسة عشر بدأت يوم اللي هو يوم الخميس بثلاث مباريات. المباراة الأولى كانت بين الرياض والحزم واللي يكرهها الجميع من المشجعين، انتهت بصفر صفر. أبها والأهلي أبها يخسر من الأهلي على أرضه بستة صفر. طبعا المباراة دي فيها تفاصيل، لكن يعني زي ما وعدتكم أنا راح أتخطاها، وإن شاء الله في المستقبل إذا حصلت فرصة راح أتكلم عنها، لكنها انتهت هذه المباراة بستة صفر للأهلي. الاتحاد يفوز على الخليج بأربعة اثنين. جاء يوم الجمعة طبعا كانت مباراتين اللي كانت أمس، أنا أكلمكم اليوم اللي هو يوم السبت. انتهت مباراة الفيحة وضمك بفوز ضمك على الفيحة بأربعة اثنين، نفس نتيجة الاتحاد مع الخليج. الهلال والنصر، المباراة هذه اللي راح نتكلم عنها بعد ما أخلص النتائج، انتهت بثلاثة صفر للهلال. اليوم السبت لعبت الفتح والطائي، وفاز الطائي على الفتح على أرضه بهدف يتيم للطائي. الأخدود والاتفاق، أيضا الأخدود يفوز على الاتفاق بواحد صفر. الرايد والوحدة، الرايد مستمر في الفوز، فاز على الوحدة باثنين صفر. الشباب يخسر على أرضه من التعاون، رغم أن الشباب أنا شفت لقطات من المباراة هذه أفضل كان من التعاون، ولكن المباراة انتهت للتعاون باثنين وواحد. سجل في الجولة هذه 28 هدف. الجولة القادمة اللي هي ال 16 يوم الخميس حتقام ثلاث مباريات: ضمك والاتحاد على أرض ضمك، الحزم والفتح على أرض الحزم، الشباب والاتفاق على أرض شباب. ويوم الجمعة حتقام أربع مباريات: الطائي والهلال على أرض الطائي، والتعاون والفحة على أرض التعاون، والخليج وأبها على أرض الخليج، والنصر والرياض على أرض النصر. ويوم السبت حتقام مباراتين: الأهلي والرايد على أرض الأهلي، والوحدة والأخدود على أرض الوحدة. الوحدة طبعا المتصدر الهدافين رونالدو ب 15 هدف. الاسكندر مترو قرب منه ب 13 هدف، وجورج كيفن حق ضمك ب 11 هدف. الآن ندخل لكم على مباراة الديربي. مباراة الديربي أول احنا لازم الشيء اللي لازم نعرفه تشكيلة الفريقين. طبعا الكل شاف التشكيلة تقريبا هي على الورق نفس التشكيل 4-2-3-1، والدليل على ذلك انه النصر بدأ بنواف العقيدي الغنام طرف يمين، تيلس طرف يسار، وعلي لجامي ولابوتي سناتر، وامامهم رزفيتش وسيكوفانا كمحاور، وامامهم اوتافيو، وطرف يمين تاليسكا، وطرف يسار سيديو ماني، ورونالدو راس حربة. بينما الهلال لعب طبعا سعود عبد الحميد كطرف يمين، والبريك كطرف يسار، وعلي البليهي وكولوبالي اللي هم سناتر وبونو حارس المرمى، وامامهم روبن
نفيس وسيفيتش كمحاور، وميشيل يمين، وسالم الدوسري يسار، ومالكم خلف المهاجم، والاسكندر مترو كراس حربة. هذا بالنسبة للفريقين أعطيتكم التشكيلتين. أنا ليش أعطيتكم التشكيلتين؟ لعدة أسباب. طبعا أنا ذكرت لكم التشكيلتين، لكن أول شيء خلينا نتفق في موضوع مهم جدا جدا جدا. أنا ذكرت لكم التشكيلتين الآن اللي هي أمامي على الورق هنا التشكيلتين، لكن فيه شيء في كرة القدم هي لعبة دماغ. كيف لعبة دماغ؟ أنا بقول لكم حاجة في كرة القدم: أين تهرب ومتى تهرب، ومتى تغطي، ومتى تضغط، ومتى تتحرك. مثل هذه القرارات تأتي من الدماغ، ليس ما هي من فراغ. أنت تحددها إذا كنت تمتلك لاعبين جيدين أو ما تمتلك لاعبين جيدين. فهذه أنا قلت لكم لما تلعب تقريبا 87 دقيقة بدون كرة قدم، يعني بدون تلمس كرة القدم، اللاعبين اللي عندك ركزوا على كلمة اللي هي ركزوا على كلمة اللي هي عندما تلعب متى تغطي ومتى تضغط ومتى تتحرك. في كرة القدم فيه مسألة اللي هي اللعب بدون كرة. أنا كيف أعرف فريقي هذا جيد؟ أنا كمدرب، أنا كفني لازم أعرف فريقي هذا جيد ولا مش جيد، كرة ولا بدون كرة. أعرفه من هذه الإحصائية، اللعب في 4 دقائق، لكن أنا أعرف فريقي بدون كرة قدم إيش قوته، وبكرة القدم وإيش قوته. هنا أقدر أحكم على فريقي، أحكم على الأدوات اللي موجودة عندي. طيب هل هذا طبقه كاسترو مدرب النصر؟ لا، ما طبقه. الدليل على ذلك فوفانا ملعبه ايش؟ محور مع زيفيتش. طيب انت لما لعبته ايش صار؟ ايش اللي يطلع فوفانا يطلع للامام، له عارف يطلع وله عارف يغطي. الكلمه اللي قلت لكم اياها اللي هي لازم يعرف متى يحدد انه يضغط، ومتى يعرف متى يغطي، ومتى يعرف متى يتحرك بدون كرة. فاللاعب اذا عرفت انت امكانيات لاعبينك لازم تحط خطط على، يعني انت لازم تعرف قوتك. لكن كاسترو للاسف، وانا ما اقول للاسف عشان فوز الهلال، لا، انا يعني انت قتلت لاعبين للاسف انه ما عرف امكانيه لاعبينه. بينما نهني الهلال على ما قدمه بالذات في الشوط الاول، يعني قدم مستوى عالي، اللي هو جوسيس عرف امكانيات لاعبينه ولعب على امكانيات لاعبينه مو على امكانيات الفريق الاخر. انا لما اعرف امكانيات لاعبيني اعرف انهم يجدون الضغط العالي، فلعب على بالضغط العالي اللي فاجأ فيها، اللي كان يبغى اللي هو كاسترو انه يبني الهجمه من الخلف، وشفنا كم ترجع الكره ورا. يبغى، انا قلتها في سناب، لكن لما عيدت المباراه وعيدت مرتين لا شفت شيء مره. طيب انت وش كان المفروض؟ انتهى وعلى سلامات. الشوط الاول كان الهلال ينهي المباراه من الشوط الاول بالاقاليل على 3 أهداف. 3 أهداف، سالم ضيع 2 والاسكندر ضيع 1. كانت تنتهي على الاقل ب3 أهداف للنصر للهلال من الشوط الاول، تنتهي المباراه. طب انت انتهى الشوط الاول ب0-0، كان ممكن على طول اسحب فوفانا وانزل الخيبري او انزل اللي هو حسن العلي، وهنا اقدر انا ارجع تاليسكا يكون خلف مين؟ خلف المهاجم. فانت الان يعني سويت خطا كبير 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 على اللي النصر. بعدين مدرب الهلال ضغط على النصر ضغط عالي في الشوط الاول، وارهقهم بانهم يمررون، هذه يبغى لها جهد تمرير الكره ما بينهم، جهد عالي. في الشوط الثاني رجع الى ملعبه وصار يستقبل الهلال وهو مرتاح،
ما في عنده غير الثلث الهجومي اللي هو كان يؤدي المهمات، سواء سالم، سواء مشيل، سواء مالكم، فهم اللي كانوا يودونه. صار يستقبل النصر ومن هجمات مرتده، يلعب على اخطاء اللي هو ال ال النصر. صحيح انا بعطيكم احصائيه، الهلال سدد 17، النصر سدد 13. الهلال على المرمى من ال 17 6 سجل منها 3، والنصر لم يسدد الا مباراه كامله الا 3 تسديدات. الاستحواذ هنا، شوف الاستحواذ، شوف ترى هذه استحواذ النتيجه اللي بقولها حقت المباراه بالكامل مجموعه. الاستحواذ 36 للهلال. تتذكرون الهلال كان زمان يطلع باعلى يعني استحواذ، لكن كان يسجل اهداف قليله. لكن الان الهلال صار يترك اللعب، يضغط شوط اول وشوط ثاني يتراجع بعد ما انهك الفريق الاخر بالضغط العالي، واللي يستنزف كله يقتل الفريق الاخر. ما في واحد يعني يعرف يوطي رتم المباراه عند النصر او عند اي فريق يقابل الهلال. و64 للنصر. دقة التمرير 77 للهلال و85 للنصر. البطاقات 4 بطاقات للهلال اصفر وواحدة حمراء، بينما النصر 2 عنده بطاقتين صفر. 4 ركنيات للهلال و3 ركنيات للنصر. مجمل هذا كل هذا الكلام انه مدرب النصر ما عرف امكانيات لعبته، ولعب على قوه فريقه بالامكانيات اللي موجوده عندهم. حاول انه يسوي بناء الهجمه من الخلف الى الامام قدام فريق يعرف يسوي الضغط العالي، وهذه من الاخطاء الكبيره اللي ارتكبها، بعدم وجود كذلك محورين اخرين يخففون على الدفاع اللي تم ارهاقه بعالي. وبعد ما ايضا سجل هدف انا يتفقون عليه يختلفون عليه المحللين محللين التحكيميين، هذا مو دخلي. انه الكره طلعت من جنب الركنيه ولعبت من نصف الملعب، مفروض الحكم يعيد الاوت وانها تلعب من مكانها الصحيح. هذا مو قضيتي، انا قضيه من سمح فيه. لكن اتكلم كان من المفترض انك انت سحبت ولعبت. الهلال ادى مستوى عالي مثل ما طلب منه خوسيس. اللاعبين الادوات ادوا اداء على مستوى عالي مثل ما طبق منه. هذا ايش معناته؟ معناته كمان شيء ثاني، ان الهلال احترم النصر، بينما مدرب النصر ما احترم الهلال. لو احترم الهلال على الاقل لعب محورين. مجمل هذا كله لعب بمحورين، واللي هم يا الخيبري يا علي الحسن، وعرف كيف يوزع الثلاثه اللي امامهم، بانه يلعب مثلا بساديو مينيه كطرف يسار، او تلسكا كطرف يمين، او ينزل اللي هو عبد الرحمن غريب ويخلي تلسكا خلف اللي هو رونالدو. بينما مدرب الهلال لعبها صح زي ما قلت لكم، ضغط في الشوط الاول، تهيأت له فرص ضاعت، ضاع جهد النصر. في الشوط الثاني لعب على النصر كلياقيا يجهد، لانه كان يحاول يمرر الكره، وهذه التحركات اللي تتحرك بدون كره وتغطي تتحرك، هذه تعطي جهد للفريق اللي مسوى عليها الضغط العالي. فحاول اللي هو ان يتراجع الملعب واستقبل الفريق النصراوي، ومنها الكور خروجها من الخلف للامام الهلال يجيدها ايضا. استغل واحده من الكره الاولى الهدف الاول، بعدين ارتكب الطامه الكبرى. كذلك لا ننسى سابتيريس ونزول ايمن يحيى ادى اللي عليه، ولكن كانت ايضا ثغره كبيره على اللي هو ايش النصر. لكن كان الهلال هو الافضل بصراحه.
تكتيكيا قرأها مدرب الهلال قراءة عالية، مدرب النصر لم يقرأ المباراة فيما يخص إمكانيات لاعبينك. أنت لازم تعرف قوة إمكانيات لاعبينك. قوة إمكانيات لاعبينك إنك تضبط الملعب بمحاور، وعندك قوة ضاربة بالذات في الهجوم، عندك سادي ماني، عندك تاليسكا، عندك رونالدو، فأنت عندك ناس يعني عندك فوفانا، فأنت عندك لاعبين آخرين يعني يدون الدور العالي. ولكن هو أخطأ في هذا اللي هو انه ما عرف امكانيات لاعبينه، ولعب على قوه الهلال، ما لعب على قوه فريقه. حاول يعطل قوه الهلال وما عرف امكانيات فريقه وقوه فريقه، عكس جوسيس اللي عرف قوه فريقه ولعب على قوه فريقه وما على قوه فريق نادي النصر. فانتصر الهلال، فنقول مبروك، ترى انه مبروك للهلال، هارد لك للنصر. هل انتهت الدوري؟ لا، لم ينتهي. طبعا الان فرق 7 نقاط. الهلال صحيح لا تشبث بشيء، ما يفك باي سهوله، ولكن احنا يعني لسه هذه تقريبا الجوله 15 وباقي جولتين من الدور الاول، وباقي دور كامل تقريبا 17 جوله. دورينا مثير، دورينا الان ممتع. ايضا شفنا اليوم تقلبات في النتائج، الشباب يخسر، الوحده تخسر من الرايد، والفتح يخسر من الطائي، فحتى في صراع في مؤخره الدوري. تحياتي لكم، كنت مع ابو معاذ في ملخص الجوله ال15 من دوري روشن. باذن الله في وجهة نظر مع ابو معاذ في الجولة 16 من دوري روشن، وتصبحون على خير.